انا اسفه جدا اللي هقوله لك دلوقتي، بس انت ما بتعرفش تعمل بيبي، مش انت بس، كلنا. عشان كده النكد الفظيع اللي عند كل الناس الامساك والانتفاخات، ويزيد عليهم عند بعض الناس كمان ادمان الملينات. ليه بقى؟ لان الوضعيه اللي بندخل بيها التويلت ونعمل عمليه الاخراج غلط. ربنا خلقنا في وضعيه معينه، عضلات الحوض تكون مرتاحه وتقدر تعمل الاكسرسايز المطلوب منها تعمله. ايه هو الاكسرسايز؟ عمليه الاخراج. زمان لما كان الناس بتعمل التواليت بتاعها في الخلا، وكمان زمان شويه صغيرين لما كان في عندنا حاجه اسمها الحمام البلدي. دلوقتي كلنا عندنا التويلت الافرنجي، وده بيحط عضلات الحوض في وضع مش كويس، ما تخليهاش تعرف تعمل الاكسرسايز اللازم اللي تحافظ بيه على التون بتاعها، وبالتالي تعمل عملية الاخراج بكفاءة، فيبقى عندنا امساك. طب وايه الحل بقى يا فقيقة؟ هنهد التويلت الافرنجي بتاعنا ونجيب حمام بلدي مثلا؟ بالتأكيد لا، ولا هنعمل في الخلا ولا هنجيب حمام بلدي. امال هنعمل ايه؟ حل بسيط صغنن قد كده، هنجيب كرسي حمام عالي شوية ونرفع رجلينا عليه، فنعدل الزاوية مرة تانية، تخلي عضلات الحوض تاني ترجع تتحط في الوضع الصح اللي ربنا خلقه علشان تعمل الاكسرسايز اليومي ده بكفاءة وما يجيلناش الامساك.